يا جماعة الخير، الوضع خرج عن السيطرة. القصة ما عادش قصة بنت بتراس الولد ولا بنت مودل. القصة قدي تجمعات وبنات وشلل وعيال وفنادق وشاليهات. هؤلاء أهلهن وين؟ أقسم لكم بالله إني أعرف ثنتين بنات، قصة شهدتها بعيني، الله ينتقمني في أهل بيتي لو أكذب عليكم بحرف. ثنتين بنات كل واحدة قالت لأمها عاد تصير ترقد بيت الثانية، يعني هذه عاد تصير ترقد بيت هذه وهذه عاد تصير ترقد بيت هذه، وصارن رقدين عند اثنين عيال من مغرب ليوم ثاني مغرب وفي رمضان. هؤلاء أهاليهن وين؟ بنتك تخرج ترقد بيت صحباتها ليش؟ بنتك تخرج تخزن بالشاليهات وتسمر سمرات لا فجر ليش؟ تخزن وتصور ستوريات من السبعين ليش؟ ما فعلناش الحركات هذه احنا رجال مشنبين. الوضع بنات السوق زادين بشكل غير طبيعي وبيدهدهن معاهم بنات الناس. هؤلاء وين ما يلفوهن؟ اقسم لكم بالله ان قد بصير الستوريات حق البنات هذا الايام واستحي. كان من اول لبصرنا عين بنت ولا يدها نقول اوه هذا البنت قليله ادب. الان يصورين افخاذهن ورجلهن والرقص والفعاليات والسمرات والشيشه. مسك تلفون بنتك بصير ما بتصور، بصير الستوريات حقها، بصير من بتساير ترفعوا سمعتوا بنا بين الناس. وابشركن يا بنات السوق ما توصلينش للمواصيل دي تشتن توصلين لها لو تنطبق السماء على الارض. مستمرين بحملات ضد بنات السوق، ضد الانفتاح، مستمرين بحملات ضد البنات المودل، مستمرين بحملات ضد المسوقه وبنات السوق. يعني معش حل من اثنين، يا تعيشي محترمه وبنت ناس ولا تنتحري وتموتي، يا هينه يا بنت الهين. مع خالص احترامي وكامل احترامي لبنات الناس فوق العين والراس.